طبعا سمعتكم جزء بسيط بس 10 ثواني اللي انتم فرحانين بيه قوي. الاستاذ قول لي بيدمع ذوق. عمرها ما هقول يعني انا خرجت معرفة، والله خرجت باسمي معرفة. وبعدين اسمع لكم اللي هو بيشتم البابا. هو مش انا بقول البابا ابن يوسف. السكاكين هتكسر يا زكريا بكبر. قديسة امون رع. يأبى الله سبحانه وتعالى يعني لا يمكن أبدا يجعل كذاب على الله يموت مسطور أبدا، مستحيل، لا يمكن. يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يذل أعداءه. فضحاه الله سبحانه وتعالى وشهر به وبعرضه، وبدأ ينتشر رابط وبقى في لكن في حملنا يلك. حق على الله أن يفضح من يسب رسوله بعقر ذلك، وقد كان وقد تحقق. حاجة تقول لك مدى الانحطاط اللي وصل فيه أخلاق المسيحيين، يعني المسيحية تنهار أخلاقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. طعنونا بسيد ولد آدم بالذي لولا الله ثم لولاه ما اهتدينا، لا صمنا ولا صلينا. طعنونا بالذي وجدنا ضلالا فهدانا الله به. طعنونا بالذي وجدنا عائلين فأغنانا الله به. طعنونا بالذي وجدنا متناحرين فألف الله بين قلوبنا به. طعنونا بالذي أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين. كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه. كانت الأفكار عليهم أجمعين. سببتم رسول الله أفضل لدينكم الأيام بيننا يا رب أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا. رغبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى. واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا. يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا. فحماها الله توفيقا وتسديدا وأجرا. الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى. أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى. راهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا. راهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا. والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا. الغرفة وصلت 1050 فل، عمرها ما حصلت. غرفة 1050 وهي بتاخد 1000 ده فل، يعني فل. الرابط والله خرجت باسمي معدي جلاجل كبير حملنا يلك في الكمينة. يذاع بقية الشريحة اللي عايز يذاعها بس بدون تعليق منه طبعا. و12 الرابط اللي هو كان عايز على الناس كلها عرفته ودخل بيه. انما وسام طبعا بان بثلاث اسماء 10,000 اسماء. هي إدارة البلتوك إدارة مش محترمة الحقيقة، إدارة قذرة لأنها نصرانية. كل حاجة نصرانية قذرة الحقيقة. على الله أن يفضح من يسب رسوله بعقر ذلك وشهر به وبعرضه. دي خمس سنين ما جتش، ده جت كمية فظيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدكم الآن مع أولى نشراتنا الإخبارية من غرفتكم، غرفة النصارى يسألوننا عن الإسلام العظيم. أثارت التسجيلات التي حصل عليها مجموعة من الهاكر المسلمين هلعا في صفوف نصارى البالتوك من فتح خباياهم وأسرارهم الكنسية الحميمة جدا.
وقد جاءت تصريحات نصارى البالتوك المتشتتة لتثبت أن عمليات الغزو الإسلامي متواصلة لدك معاقل الكنيسة وغرف اعترافها الخاصة لفضح قادة الكنيسة البالتوكية المكونة من أعباط المهجر الداعين إلى حرب الإسلام، وذلك بتشجيع عمليات القتل في صفوف المسلمين وإرهابهم والدعوة إلى الغزو الأمريكي لمصر الإسلامية. هذه الغزوات جاءت لتثبت نجاح هذه العملية دعاة المحبة الجنسية وكره الإنسانية. هذا وقد نجحت مجموعة من الكوماندوز المسلم في اختراق تحصينات المدعو أونلي جاي والحصول على مواد تثبت تورطه في فضائح جنسية ناجمة عن غرف الاعتراف التي قام بفتحها في البالتوك، الأمر الذي أسفر عنه غيابه عن برنامج البالتوك هو وشركته في الفضيحة الملقبة بالمجدلية، مما أثار حزن الكثيرين من عشاقهم الكثير من مؤيديهم من أعباط المهجر البالتوكيين. هتيجي معايا اهو انا ليا دي خمس سنين ما جيتش، ده جيت كمية فظيعة. من ناحية أخرى اتهم بعض مشرفي غرف المراحيض المسلمين بتزوير الحقائق وتزوير الأدلة التي بين أيديهم من أجل تشويه صورة المدعو أونلي جاي والجميلة المجدلية، وذلك كنوع من حرب المسلمين ضد الناس الشرفاء. محتار، أنا بقالي يومين عمال أدور على القصة أو كوكي ومش عارف، مش فاهم حاجة أنا. وبعدين بصيت لقيت السايدز اللي انا دخلت فيها، يا اخي عاملين حاجات مش كويسة. ايه ده؟ انا مش فاهم الناس وصلت لمرحلة بالطريقة دي من الفبركة يعني، برغم ان انا قعدت ابص على اللقطات الفنية اللي هم عاملينها، فبيقولوا ان السكرتيرة بتاعت مش عارف مين، انا مش عايز احدد اسماء كده، والراجل عن طريق الكاميرا انا معرفش حدوته كده. عايزه ايه؟ ها؟ دول ايه ده؟